المقصود أن الأحاديث متفقة على أن اليمين على اليسار في حال الصلاة، لكن أين يضعهما؟ الأحاديث الصحيحة كلها دالة على أن يضعهما على صدره وأطراف أصابعه على ذراعه اليسرى. أما حديث علي من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة هو حديث ضعيف عند أهل العلم باتفاق أهل العلم، حديث ضعيف لا يصح ولا يعتمد عليه. وإنما الأحاديث الصحيحة ما ورد في وضع اليمين على الشمال على الصدر والأطراف على الذراع الأيسر، هذا هو الثابت من حديث وائل ومن حديث سهل ومن حديث قبيصة بن هلب عن أبيه. هذا هو السنة، وهذا هو السنة أن تكون اليمنى على اليسرى كما دل على هذا حديث وائل وحديث سهل وحديث مسعود وحديث قبيصة بن هلب عن أبي هند أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره حال قيامه في الصلاة. وفي حديث أبي داود وحديث وائل كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره إذا كان قائما في الصلاة. فالسنة أن تكون هكذا.